السبت الممتاز واخيرا مباريات يوم السبت وحلاوة يوم السبت واهداف يوم السبت. جاي النهارده اقول لك اللي حصل في يوم السبت. بس ما تنساش لو انت جديد شرفني باشتراك في القناة وتعمل لايك. يلا نخش في الفيديو. هنبدا بالمباراه الاولى كانت بين نادي ارسنال ونادي نوتنجهام فورست. المباراه اللي انتهت بنتيجه ال 2-1 لصالح نادي ارسنال بهدف اول عن طريق نيكيتيا بصناعه من جابريل مارتينيلي. وما كانش قاصد يصنع الهدف قوي، كان عاوز يراوغ ويعدي ويعمل مهاره اللي هي يعمل 360 والحاجات الحلوه ديت، بس راحت نيكيتيا بالغلط وسجلها هدف. الهدف الثاني جه في الدقيقه 32 عن طريق بوكايو ساكا بصناعه من يوليام سليبا. هدف ولا اروع، هدف جميل جميل قوي، هدف مره 18. هدف بقى يبين لنا موسم ساكا هيكون بدأ ازاي لو استمر على الفورمه ديت. موسم ممكن يحسم الهداف، ما فيش حد عارف، لان انت عندك هالاند من الناحيه التانيه. فباكايو ساكا لو استمر على الفورمه ديت ارسنال اكيد هيفنش توب فور، لان هو دوت من الأعمدة الرئيسية لنادي أرسنال. سجل هدف ولا أروع، حطها من بره من 18 أرتو للحارس مات تيرنر. الشوط الأول كله كان سيطرة كاملة من أرسنال. نادي أرسنال كان واخد الملعب بالطول والعرض. نسبة استحواذ نادي أرسنال وصلت في الشوط الأول ل 87%. ميكل أرتيتا اللي كان بادئ المباراة بتشكيلة كلنا اتفاجئنا منها، لأنه كان بادئ في الحراسة طبيعي الحارس رامز ديل، بس كان اللعب كله في الدفاع. كان بادئ في الدفاع، في قلوب الدفاع كان بادئ بين وايت وويليام ساليبا. ما بدأش بجابريال ماجالايش مع ان العالم كله كان متوقع ان هو يلعب بجابريال ماجالايش، ولعب على الباك اليمين بتوماس بارتي. طب ليه لعبت بتوماس بارتي ما بين وايت في الملعب اصلا؟ ما تحطه في المركز اللي اتألق في الموسم اللي فات. ولعب على الناحيه الشمال بتمبر خوان تمبر. خوان تمبر اللي قدم مباراه كبيره كبيره قوي النهارده، والجماهير كلها طالعه مبسوطه منه. بس حصل مشكله في الماتش ان خوان تمبر اتبدل بينه الشوطين بسبب الاصابه. بس خوان تيمبر لما كان في الملعب كان مقدم مباراه كبيره، كان حل كبير قوي قوي لخروج نادي ارسنال بالكوره والاستحواذ على الكوره. ولما خوان تيمبر طلع في بدايه الشوط الثاني ونزل مكانه تومايوسو، بان الفرق، بان الفرق الجوده اللي بينهم. ونادي ارسنال اتاثر بخروج تيمبر ونزول تومايوسو، ولو اتصاب اصابه كبيره لمده طويله فاكيد هيأثر على نادي ارسنال، لان زي ما احنا عارفين زي نشونكو مصاب، تيرن مش في المستوى، تومايوسو برضو كذلك. ازاي نشينكو هو هنقارنه بتمبر، لان تمبر مقدم اداء كبير لحد الان. كان بيلعب في نص الملعب بديكلان رايس ومارتن اوديجارد وكاي هافرز. ديكلان رايس اللي كان مقدم اداء كبير النهارده، الجماهير كلها طالعه مبسوطه منه. كان حرفيا كان بيعمل ادوار كاي هافرتس اللي المفروض كان يعملها. كان هيجيب حوالي جونين ولا ثلاثه. كاي هافرتس انا ما شفتش منه اي حاجه النهارده، لسه مش عارف فين دي، لسه اول المباريات ولا ايه؟ بس انت اصلا انت جاي من الدوري الانجليزي اصلا، فانت المفروض متعود على المباريات ديت. فكاي هافرتز ما شفناش منه اي حاجه النهارده. ديكلان رايس قدم اداء كبير. نادي نوتنجهام فورست استطاع ان هو يسجل هدف الاول ليه في الدقيقه 82 عن طريق تايو اوني بصناعه من ايلانجا. نادي ارسنال كان واخد المباراه زي ما قلت لك بالطول والعرض، كان مستحوذ طول المباراه، كان نسبه الاستحواذ في الشوط الاول كانت وصل 87%. فضل الاستحواذ دوت مستمر كذلك في الشوط الثاني لحد الدقيقه 80 او لحد نزول ايلانجا اللي نزل قلب الملعب بالطول والعرض. الصراحه لاعب ممكن يكون ليه تاثير كبير مع نادي نوتنجهام فورست لو خد وقت اكتر، لو بدا اساسي. لازم على الدكه صنع الاسيست لتايو اوني للهدف الاول لنوتنجهام فورست. نادي ارسنال كان مستحوذ، مع جاب فرص كتير ما عرفش يسجل يلخص فرط الاهداف. كان على الاقل المفروض يسجل 3 4 اهداف في المباراه. زي ما احنا عارفين المباراه امتدت، الوقت كتر، كل ثانيه بتتحسب في المباراه. فانت لما ما لخصش الفرص ديت لاهداف، ممكن في اي ثانيه في اي دقيقه، لان الهدف بيجي في ثانيه، في اي ثانيه تتعادل في المباراه عادي. نوتنجهام فورست كان ممكن يتعادل في اخر 20 دقيقه. بقول لك اخر 20 دقيقه المباراه اتقلبت حرفيا لصالح نوتنجهام فورست. الحارس مات تيرنر اول مباراه ليه مع نوتنجهام فورست كانت قبال فريقه اللي هو جايب ابنه اصلا نادي ارسنال، فحظه مش كانش قد كده. الحارس الصراحه قدم اداء كبير في المباراه، صد كرات كتير، منع اهداف. ديكان رايس كان هيجيب جولين ولا ثلاثه بس هو وقف لها وصدها. بوكايو ساكا جاب جول في عالمي. مات تيرنر اول مباراه ليه مع نوتنجهام فورست كانت قبال النادي القديم نادي ارسنال. هنروح لمباراه نادي بورنموث ونادي ويست هام يونايتد. نادي ويست هام يونايتد استطاع ان هو يسجل الهدف الاول عن طريق بوين بصناعه من توماش سوتشيك. استطاع نادي بورنموث ان هو يسجل التعادل في الدقيقه 82 عن طريق اللاعب سولانكي. هنروح للمباراه الثالثه النهارده اللي كانت بين نادي ايفرتون ونادي فولهام. نادي فولهام استطاع ان هو يغلب نادي ايفرتون مدافعات سان دايش
بنتيجه الواحد صفر عن طريق اللاعب بوبي ريد بصناعه من اندرياس بيريرا. هنروح للمباراه الرابعه اللي كانت بين نادي برايتون ونادي لوتن تاون اللي خلص بنتيجه 4-1 لصالح نادي برايتون. مباراة كانت فيها أداء كبير وجميل من استوبانيان خاصة، كان مقدم أداء كبير، كان ممكن يصنع حوالي 3 أو 4 أهداف بس اللعيبة ما عرفتش تخلصها. الهدف الأول جه لصالح برايتون في الشوط الأول في الدقيقة 36 عن طريق اللاعب سولي مارش من صناعة من ميتوما. الهدف الثاني نادي برايتون جه في الدقيقة 71 في الشوط الثاني عن طريق ضربة جزاء للاعب جواو بيدرو. في الدقيقة 81 اللاعب كارلتون مورايس يدخل التاريخ بتسجيله أول هدف لصالح لوتون تاون من ركلة جزاء في تاريخ نادي لوتون تاون في الدوري الإنجليزي. بعدها ب4 دقايق في الدقيقة 85 اللاعب أدينجرا يرد عليه بهدف الثالث لصالح نادي برايتون عشان اللاعب ايفان فيرجسون يسجل الهدف الرابع لصالح نادي برايتون بصناعة أخيرا من استوبانيان. أخيرا يلخص الفرص اللي هو عملها، كان مقدم فرص كتير في المباراة وحلول هجومية ممتاز. هنروح لمباراة شيفيلد يونايتد وكريستال بالاس. المباراة انتهت بنتيجة 1-0 لصالح نادي كريستال بالاس بهدف لصالح اوديسون ادوارد بصناعه من جوردان اي. هنروح لمباراه المتعه امبارح، مباراه نيوكاسل واستون فيلا، المباراه اللي كانت بين ايدي هاو ويوناي امري. مباراه انتهت بنتيجه 5-1 لصالح نيوكاسل. نيوكاسل بيوجه رساله لكل الفرق على فريق كبير، فريق مخلص مفنش الموسم اللي فات في التوب فور، فريق مش سهل، هعرف اكسب اي فريق يجي لي على ملعبي. 5-1 على استون فيلا نتيجه مش سهله خالص، وخصوصا استون فيلا مع يوناي ايمري مقدم اداء كبير. الهدف الاول لصالح نيوكاسل جه في الدقيقه 6 عن طريق تونالي بصناعه من اللاعب جوردان. اللاعب دوت مقدم اداء كبير، قدم اداء كبير في المباراه. هدف التعادل جه لصالح استون فيلا في الدقيقه 11 عن طريق موسى ديابي بصناعه من اولي واتكنز. في الدقيقه 16 ايزاك سجل هدف التقدم لصالح نادي نيوكاسل باسيست من بوتمان. انتهى الشوط الاول ويبدا الشوط الثاني لحد ما يجي الكسندر ايزاك في الدقيقه 58 وسجل الهدف الثالث لصالح نيوكاسل. في الدقيقة 77 يجي اللاعب كارم ويلسون عشان يسجل الهدف الرابع لصالح نادي نيوكاسل باسيست من هارفي بارنز، عشان يجي هارفي بارنز ذات نفسه يسجل الهدف الخامس لصالح نادي نيوكاسل باسيست من جاكوب ميرفي. وتنتهي المباراة الكبيرة الجميلة اللي كانت بين نادي استون فيلا ونيوكاسل اللي انتهت بنتيجة 5-1 لصالح نادي نيوكاسل يونايتد. بس عايزين نشوف نيوكاسل يونايتد لما يخش في الشامبيونز ليج ويلعب ماتشين في اسبوع واحد هيعمل ايه؟ فهيفضل على نفس المستوى اللي بدأ بالموسم ولا هيخيش؟ نطلع من الدوري الانجليزي ونروح على اسبانيا على طول ونروح لريال مدريد واتلتيك بلباو. ريال مدريد اتلتيك بلباو، المباراه انتهت بنتيجه 2-0 لصالح نادي ريال مدريد بهدف اول عن طريق رودريجو بصناعه من داني كارفاخال، وهدف ثاني ولا اروع من كره عرضيه سجلها بيلينجهام. جوهرة الصراحة، يا بخت ريال مدريد بيه. ريال مدريد النهارده كان بيلعب في الحراسة بلونين عشان احنا كلنا عارفين إصابة تيبو كورتوا، وفي الدفاع كان بادئ بإيدر ميليتاو، بس إيدر ميليتاو اتصاب في المباراة بقطع في الرباط الصليبي، فهيجيب يعني ممكن يقعد زي كورتوا يجيب الموسم كله ولا ايه. ريال مدريد المصايب قاعدة تنزل عليه توالي، ربنا مع جماهير ريال مدريد بقى. كارلو انشيلوتي لعب النهارده على ناحيه الشمال بجارسيا مكان فيرلاند مندي، حب يجرب، وكان بيلعب في نص الملعب بتشاوميني وفالفيردي وكامافينجا وبيلينجهام، بس بيلينجهام كان واخد حريه في الملعب اللي هو يهاجم ويرجع لورا، بس كان تشاوميني وكامافينجا في حاله الهجوم كانوا بيقلبوا قلوب دفاع، كانوا بيقلبوا ارتكاز، وكارفاغال وجارسيا كانوا الاثنين بيطلعوا ويهاجموا، كانوا واخدين حريه كذلك. الباكات كانت واخده حريه في الهجوم. ريال مدريد كان منظم النهارده، بس كان منظم النهارده في نص الملعب ودفاعيا، بس ما كانش منظم قوي هجوميا، لان زي ما احنا عارفين فينيسيوس جونيور افضل باك شمال في العالم مش عارف يلعب في مركز الهجوم. رودريجو من الموسم اللي فات بنقول رودريجو لو يلعب في نص، مش في نص الملعب، في قلب الملعب، بلاش الوينج اليمين ديت. رودريجو لو لعب شادو سترايكر عالميه الصراحه. من الموسم اللي فات احنا بنقول كده، عشان كده شفنا رودريجو متالق في المكان دوت، بس فينيسيوس جونيور مش عارف يتاقلم في المكان دوت. فينيسيوس جونيور امكانيات وينج شمال، هو افضل وينج شمال في العالم، فمش عارف يتاقلم كمهاجم. عشان كده فينيسيوس جونيور ظهر بمستوى مش اللي هو مش مستوى ضعيف. جماهير ريال مدريد النهارده طالعه كل طول مستوى، لا فينيسيوس جونيور كان بادئ كان ظهر بمستوى ضعيف. فيا ترى حلوا مشكله المهاجم ديت، ما انت جايب خوسيلو، ما تلعب خوسيلو، مش عارف يعني عشان ما تدفنش واحد زي فينيسيوس جونيور، يعني حرام والله واحد زي فينيسيوس جونيور ما استفدش منه لانه مش عارف يتاقلم في المركز ده. وهنسيب اسبانيا وهنروح على المانيا. بقول لك كان في هناك سوبر الماني ما بين نادي بايرن ميونخ ونادي لايبزيج. المباراه انتهت بنتيجه 3-0 لصالح نادي لايبزيج بهاتريك لداني اولمو. المشكله مش هنا عادي، يعني كل الفرق كلها بتخسر،
بس المشكله في صاحبنا اللي كان رايح عشان ياخد بطولته الاولى، صاحبنا هاري كين. يعني هاري كين مشى من نادي توتنهام، قلنا هيروح بقى نادي بايرن ميونخ، دي النادي الوحيد الالماني اصلا اللي بيكسب بطولات. فاخيرا المعلم بقى هياخد له بطوله ينغدغ بقى نفسه. والعالم كله كان بيقول لك اول مباراه لهاري كين مع بايرن ميونخ ببطوله، معلم راح خسر. ظهر ان المشكله كانت في هاري كين مش في توتنهام، ولا إيه؟ عارف تكمل بايه؟ مش بخساره اللي تشامبيونز، لا عادي وارد، بس تكمل بخساره الدوري الالماني. فيبقى لا، المشكله فيه يعني. خلاص انت كل ما تيجي النور بيقطع، مش ملاحظ حاجه. وبس كده، دي ابرز الاحداث النهارده. استنوا الفيديو عن البطوله العربيه وفوز النصر بالبطوله. وبس كده، سلام.